الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أمنا العذراء الجميلة لما نقف نتأمل فيها مش بنخلص ولا بنشبع. في ترنيمة يقولوها مش عارف فضيلة ولا اتنين، نقف نتأمل سنتين. فالعذراء دي يعني بحر كبير مليان بالفضائل. النهاردة حسب ما البرنامج عايزين نتكلم عن دوام بتولية العذراء وعفافها وطهارتها. طبعا هي أم الطهارة والبتولية الحقيقية. الملاك، انتوا مركزين معايا ولا في هيصة؟ طيب، في كلمتين قالهم لها: سلام لك ايتها ايه؟ حد عارف ايه الفرق بين كلمة منعم عليها وكلمة ممتلئة نعمة؟ بالظبط نفس التعبير كده. منعم عليها يعني ربنا بطريقة عشوائية اختار واحدة وأنعم عليها بدون سبب يعني. لكن ممتلئة نعمة معناها اختارها لأنها ممتلئة نعمة. ودي اللي بنقولها في التسبيحة اللي قالوها الشباب من شوية: الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. فالعذراء مختارة لأنها تستحق هذا الاختيار العظيم. وبعدين الكلمة الثانية قال لها: الروح القدس يحل عليك. هسأل سؤال هتجاوبوني: هو مين اللي اتجسد، الروح القدس ولا اللوغوس؟ طب قال لها ليه الروح القدس يحل عليك؟ ايوه، يقدسها. بص بقى زي ايه، احنا في القداس بنتناول جسد الابن ولا جسد الروح القدس؟ الروح القدس عنده جسد؟ لا. مين اللي تجسد؟ الابن. لكن بنقول سر حلول الروح القدس. الروح القدس يحول القربانة إلى جسد الرب، والمزيج الذي في الكأس إلى دمه الكريم. حاجة تانية، إن لو هنجيب أواني للمذبح، أي واحد في مكتبة في بتبيع الأواني يروح يشتري الأواني، هل أبونا يستخدمها على طول؟ لازم إيه؟ تدشن بإيه؟ الميرون ده هو سر إيه؟ هو ده بالظبط اللي حصل مع العذراء. وعاء هيحل فيه جسد الرب، فالأول الروح القدس يدشنها. الروح القدس يحل عليك، يدشنها، يقدسها، يخصصها. طيب، لما بيجيبوا الأواني ويجي الأسقف يدشنها بالميرون، هل يمكن نستخدمها في غرض آخر غير الذي دشنت من أجله؟ لا. حتى لو كان غرض مقدس، يعني مثلا الصينية مخصصة للجسد، هل ممكن نعمل فيها قنديل؟ يعني نجيب الصينية نحط زيت ونصلي قنديل؟ ما هو حاجة مقدسة. لا. ليه؟ مخصصة. كلمة تدشين أو تكريس معناها تخصيص وتقديس. ده اللي مفهمنا إن العذراء بعد ما دشنها الروح القدس بقت مخصصة للابن. هل ممكن يكون في بطنها جنين آخر؟ نقول لا. وعشان كده احنا بنبقى حريصين ان مفيش قربانة تدخل الهيكل غير القربانة بتاعت جسد الرب، ومفيش قربانة تتحط على المذبح غير جسد المسيح. المذبح يمثل بتولية العذراء.
ما نحطش عليه غير قربانة المسيح بس. ممكن بقى ايه بعد ما يخلص القداس ابونا بيوزع البركة، شماس ياخد لقمة البركة يحطها على المذبح على ما يقلع التاني. انا شخصيا بشوف المنظر ده بتكهرب، يا ابني شيل القربان، ده المذبح زي بطن العذراء ما فيهوش غير جسد المسيح. القربان كله بره الهيكل، لان القربان يمثلنا والمسيح في وسطينا زينا. بس ابونا لما بيبص في طبق الحمل بيختار انهي قربانه احسن. ليه؟ لان المسيح ابرع جمالا من كل بني البشر. ابونا بينقي احسن قربانه يقدمها على المذبح، وبقيه القربان يمثلنا احنا نبقى لسه بره الهيكل. لان حتى القديسين اللي تنيحوا نفوسهم موجودة في الفردوس، وأجسادهم موجودة فين؟ في المقابر، أو أحسن الأوضاع بتبقى في أنابيب في الكنائس. لكن مين الجسد اللي دخل الأقداس العليا؟ المسيح بس. عشان كده جسده هو بس يبقى في الهيكل، والهيكل ده يمثل العذراء، والمذبح يمثل العذراء. جسد العذراء في مكان بقى في الفردوس، لكن الأقداس العليا ما دخلهاش غير المسيح بس. يعني ممكن جسد العذراء مع إيليا وأخنوخ في الفردوس، لكن المكان الوحيد اللي دخل فيه المسيح ما حدش لسه دخل. احنا هندخل كلنا مع بعض امتى؟ يوم القيامة. يوم القيامة كل دول في الفردوس. بس خلي بالك كل الأجساد في الأرض، لص يمين وإيليا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوحنا المعمدان، كل دول موجودين في الأرض الأجساد. النفوس هي اللي في الفردوس، لكن الجسد الوحيد جسد دخل الأقداس العليا هو جسد مين؟ مسيح. هنا بقى الأقداس العليا دي تشبه أحشاء العطر. عشان كده بنقول لها في التسبيحة أنت هي القبة الثانية التي للأقداس. القبة الثانية اللي حافظينها بقى بالقبطي تماه سنوتي ان سكيني. سكيني منها كلمة السكن بالعربي، فمعناها الجزء الثاني من السكن اللي هي قدس الأقداس. مش خيمة الاجتماع متقسمة كان 2، القدس قدس الأقداس. نقول لها أنت المسكن الثاني اللي هي القبة الثانية التي للأقداس، معناها أنت قدس الأقداس. قولوا لي بقى في العهد القديم مين كان يدخل قدس الأقداس؟ حد يقدر يهوب؟ هي دي العذراء، هي دي العذراء، حدش يقدر يهوب. يدخلها مين؟ مين رئيس الكهنة بتاعنا؟ المسيح. وكان في العهد القديم بيدخل مرة واحدة في السنة، إشارة إلى أن العذراء دخل فيها رئيس الكهنة الأعظم مرة واحدة وخلاص. لأن رئيس الكهنة بيدخل مرة في السنة لأن العمل بتاعه مؤقت، فكأنه ليك سبايري، تخلص السنة نعمل تاني، يموت رئيس الكهنة نجيب رئيس كهنة. لكن رئيس الكهنة بتاعنا العمل بتاعه له سبايري دائم إلى الأبد، وهو بيموت خلاص هو باقي للأبد. عشان كده دخل في الأقداس العليا بتاعتنا اللي هي العذراء مريم مرة واحدة، وبعدين أخذ جسده معاه للأقداس العليا في السماء برضه مرة واحدة. ومحدش يقدر يهوب ناحية قدس الأقداس. عشان كده ظلت العذراء طاهرة بتول على طول. وفي الأيقونة القبطية يخلوا العذراء لابسة ثوب أزرق لونه سماوي ومليان إيه؟ نجوم، عشان نقول لها أنت السماء ثانية. حقيقة هي صافية وأنقى من السماء. وبعدين يجي الفنان يروح يعمل
نجمة كبيرة هنا على طرحتها، ونجمة على الكتف الشمال، نجمة على الكتف اليمين. ويقول الثلاثة دول إشارة لدوام البتولية. هي بتول قبل ما تحبل بالمسيح، وبتول أثناء الحبل، وبعد ما ولدت. دائمة البتولية. نقول العذراء كل حين. التعبير ده موجود في الصلوات. وفي اليوناني يقول إي بارثينوس، يعني دائمة البتولية. بارثينوس وحدها معناها عذراء، لكن إي بارثينوس معها دائمة البتولية. دي موجود لحن في عيد الميلاد، لحن إي بارثينوس. هي دائمة البتولية، حدش يهوب ناحيتها. طبعا احنا لما بنيجي نقترب من الهيكل ننحني ونسجد وندخل بخشوع، وفي الهيكل يبقى كل قدسية وكل مهابة. بحاجة بتبقى مؤلمة جدا لما حد فينا يتكلم في الهيكل أو يتحرك حركة ملهاش لازمة، رايح جاي ولا بيرد على الموبايل ولا حاجة. ده قدس الأقداس، وعشان ربنا بيدلعنا نسوق فيها. يعني لما نقارنه بالعهد القديم نلاقي الشعب كان بيقف بره، والقدس ده يكون فيه الكهنة بمنتهى الخوف. قدس الأقداس مقفول، حدش يدخل غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، في عيد إيه؟ كفارة، اللي هو زي إيه عندنا؟ يوم جمعة العظيمة. جمعة العظيمة إشارة كل دوت للعذراء، عشان إحنا كنيستنا فاهمة كده، تقول العذراء دائمة البتولية. والتكريم اللي بنكرم بيه العذراء طبعا علشان هي والدة الإله، دي حاجة فوق الكل، لكن كمان لأنها هي رمز للطهارة والنقاوة وأعظم نوع من العفة. يعني أنا فاكر في مرة أحد الآباء كنا قاعدين ندردش كده، وبعدين جت سيرة يعني العفة والطهارة، فلقيته بيقول إيه؟ حدش يتكلم على الطهارة العفة، هي العذراء بس، هي العذراء بس، كلنا فينا شوائب. فقالها كده يعني إيه، بتلقائية وانسيابية. هي العذراء هي رمز للنقاوة وبتوليتها دائمة. وكلنا طبعا عارفين النبوة اللي قالها مين؟ حزقيال، من جهة الباب، باب المشارق. يقول ايه؟ هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. وفي سفر النشيد يقول اخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. تقدر تقولوا الآية دي؟ جميلة أوي. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. جنة مغلقة على العريس جوه، وبعدين عين ماء، يعني عين مش عين بتاعتنا دي، عين ماء طالع منه ينبوع ماء، وينبوع مختوم، عشان إشارة إلى دوام بتوليتها ونقاوتها. طبعا بتولية العذراء مش مجرد حالة جسدية، لكن ده تقديس القلب والفكر والإرادة. من التعبيرات الموجودة في التسبيحة وبتهزني قوي، تقول إيه على لسان العذراء؟ لأني لا أعرف شيئا سوى صوت الملاك آتيا إلي بسلام من السماء. يعني متخيل حد فينا يروح يغلس على العذراء، يقول لها أسألك سؤالين ثلاثة كده، تقول لي يا حبيبي أنا ما أعرفش حاجة. لا، ده أنت ست الكل، أنت أم الله، قولي لنا أي معلومة. تقول لا أعرف شيئا سوى صوت الملاك. وقعدت في مرة كتبت تأمل كده أقوله لكم. تخيلت نفسي بقول للعذراء إيه رأيك
في الهيكل اللي انت عشت فيه؟ قالت لي أقدس مكان في الوجود. قلت لها ده المسيح كان زعلان منهم. قالت لي لا، المسيح هو حر، هو هيعرف القلوب، لكن أنا ما شفتش حاجة وحشة. ده كان قيافة رئيس الكهنة وانت عايشة طفلة وكان وحش. قالت لي لا لا، ده رجل الله، أنا ماليش دعوة، ده حاكم المسيح، معلش ده تدبير ربنا، بس هو غلبان. ده الهيكل كان. طب قولي لي، تعرفي مين في الهيكل؟ تقول لي عارفة طبعا، ده أنا كنت بجري عند زكريا وأليصابات، كان كلاهما ما اعرفش غيرهم. طب تعرف حاجة تانية؟ كان عندنا ست عجوزة قوي اسمها ايه؟ حنا النبي، كنت اجري والعب عندها. وكان راجل عجوز قوي اسمه سمعان الشيوخ. وكان في ناس كتير متوقعين الفداء بيقفوا يصلوا، ناس حلوين قوي. ما شفتيش الفوضى اللي في الهيكل؟ تقول لي ما شفتش. ما شفتيش الباعة ما شفتش غير حاجة حلوة بس، عينيها ما لقيتش غير ايه؟ هو دي بقى البتولية. العين المقفولة مش شايفة حاجة غير النقاوة. خلي بالكم من ضمن الأخطاء اللي بنقع فيها إن عيننا تفتح على أخطاء الناس. في مرة كنت قريت قصة لطيفة قوي، قصة رمزية يعني، قصة الدبانة. تعرفوا الدبانة؟ يقول لك كان في جنينة فيها فاكهة وورد، وطبعا في آخر الجنينة كده من بعيد في باسكت عشان الزبالة. ففي نحلة دخلت قعدت تتنطط وترقص على الفاكهة وعلى الورد، وتاخد الرحيق من هنا ومن هنا عشان تعمل في الآخر إيه؟ عسل. وفي دبانة دخلت الجنينة جري على الزبالة. وبعدين بنسأل النحلة ما رحتيش للزبالة؟ قالت ما فيش زبالة، أنا ما شفتش زبالة، أنا انشغلت بالورد والفاكهة. فبنقول للدبانة ما رحتيش ليه للورد وفاكهة؟ قالت ما فيش ورد وفاكهة، أنا رحت للزبالة. وفي الآخر السؤال بقى على القصة دي، يا ترى أنت نفسيتك زي الدبانة ولا زي النحلة؟ دخلت الكنيسة لقطت حاجة غلط، يبقى نفسيتك زي مين؟ طيب شايف كل حاجة حلوة، يبقى أنت زي إيه؟ النحلة. طيب النحلة في الآخر بتجيب إيه؟ طب والدبانة تجيب أمراض، مش كده؟ تنقل العدوى والميكروبات. النحلة تجيب لنا عسل. الإنسان اللي نفسيته حلوة صافية شوف كل حاجة حلوة في الدنيا، هو عايز سعيد ويسعد اللي حواليه. التاني اللي هو نفسيته زي الدبانة مش شايف حاجة عدلة، كله بايظ. وبعدين لما يقعد معاك بقى ايه، يسمم بدنك بالكلام السلبي اللي تحس الدنيا اسودت، نقل العدوى. تعالوا بقى للعذراء، انهي نفسية؟ طبعا جابت لنا احسن عسل في الدنيا. دي ملكة النحلة. الملكة العظيمة اللي هي مش شايفة غير حاجة حلوة. هي دي البتولية، هي دي الطهارة. مش بس طهارة الجسد، ان العقل لا يرى الا ما هو جيد. وعلميا بيقولوا ايه؟ العين ما تشوفش غير اللي بتدور عليه. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يدخل الكنيسة وما ياخدش باله مثلا ان في اخشاب لها شكل معين، ما لفتش نظره. حد تاني ما ياخدش باله من الحجاب، حد ما ياخدش باله من الستارة الشغلة، حد من الرخام ده. في واحد بقى يكون بتاع خشب، اول حاجة تلفت نظره ايه؟ الاخشاب. واحدة شغالة في مشغل، اول حاجة تشوف الستاير والحاجات دي، صح؟ واحد عايز يشتري عربية، تلاقي طول الوقت هو في الشارع عينيه على ماركات العربيات. احنا ياما العربيات رايحة جاية ما ناخدش بالنا، مش بنركز يعني، واخدين بالكم؟ لكن انا بشوف ايه؟ الحاجة اللي عايز العقل يجيبها. ممكن الواحد يقرأ مقالة
وتعدي عليه حاجة، حد يقول له انت قريتها؟ يقول تركيز طب انت شفت المعلومة الفلانية؟ يقول لا. طب اقراها تاني، هيشوف المعلومة ولا ما شوفهاش؟ شوف بيعمل ايه؟ بيدور عليها. وهكذا في حياتنا، نحن نرى ما نريد ان نراه. العقل متوجه ناحية ايه؟ عشان كده البتولية بتاعت الفكر ان الانسان يرى كل شيء جميل وبسيط ومبهج. فعلا العذراء عاشت في الهيكل، وكلنا بنقول يا بختها عاشت في الهيكل، لكن لو بصينا على الجانب الثاني الهيكل ده كان مليان بالفساد. المسيح نفسه وبخهم وقال بيتكم يترك لكم خرابا وبيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتم مغارة لصوص. طب يا عذراء انت ايه رايك؟ تقول انا ماليش دعوه، هو الديان مش انا ما شفتش حاجه، هو يقدر يكشف استار الظلام، لكن انا غلبانه، انا لا اعرف شيئا سوى صوت الملاك. اصحابك مين؟ تقول لي الملائكه. كلموا معايا ورايحه جايه معاهم، وجالي الملاك جبرائيل وبشرني، ما استغربتش. واصدقائها القديسين اللي كانوا موجودين، لان طبعا في وسط الفوضى بتاعت الهيكل كان هناك قديسين، زي ما الكتاب شهد زكريا واليصابات ويوحنا المعمدان اعظم مولود النساء، وشهد لحنا بنت فنوئيل وسمعان الشيخ والمنتظرين او متوقعين فداء في اسرائيل. في ناس كانوا حلوين، فالعذراء هي تتصاحب على الحلوين، ما لناش دعوه بالوحشين. اولادنا الصغيرين لما بيروحوا المدرسه هي في ناس حلوه وناس وحشه. يقول لك ايه مثل صعيدي، يقول لك البيض الممشش يكحرت على بعض فتلاقي اتلم على شله وحشين لان هو جواه ميول ناحيه الوحاشه. واحد تاني تلاقيه لا مش مستريح، يميل ناحيه اولاد حلوين، تلاقيهم بيحفظوا ألحان مع بعض، بيعملوا مسابقات، بيجوا كنيسة مع بعض، يشجعوا بعض. فالعذراء بتوليتها ان هي كان ذهنها مفرغ كده، ما فيهوش غير ربنا. تقديس القلب والإرادة والفكر لله وحده. طبعا دي عشان تحصل تبقى عايشة في حياة صلاة وتأمل دائم. طبعا الهيكل بالنسبة لها كان مكان مقدس مش مكان فوضى. العفاف الحقيقي ينبع من داخل القلب، والقلب النقي هو هيكل يسكن فيها الله. طبعا الإنسان النقي ده اللي هو ما بيشوفش غير الحاجات الحلوة، يقول عنه المسيح طوبى لأنقياء القلب لأنهم. طب هي العذراء عينة الله؟ تقول عارف ايه ده كان جواها وفي حضنها وبيرضع منها وقدام عينيها لغاية لما بقى عنده 30 سنة، بعدين بقى غاب عن عينيها من أجل خدمة الخلاص. العذراء عاينت ما لا يعينه إنسان. ومن ضمن العفاف بتاعها التعبير اللي اتقال عنها مرتين، أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة به في قلبها. فضيلة الايه؟ صمت. بصوا احنا عادة الواحد فينا لما يكون عارف حاجة يحب يقول للناس ان هو ابو العريف، ولو مش عارف احنا بصراحة يعني المصريين بنحب الفتاوي، مش كده؟ بيقعدوا يعملوا فيديوهات فيها نوع من التريقة، يسألوا سؤال ملوش وجود يعني ويجاوبوا. يقول له هل تعرف ان هم مسحوا خط الاستواء؟ قال طبعا. طب ايه النتائج اللي تترتب على محو خط الاستواء؟ يقول ده هتبقى فيه كوارث بيئية. طب انت عرفتها من فين؟ يقول من النت. ما يقولش انا مش عارف او مش معقول الموضوع ده. العذراء بقى عندها اعظم معلومات في مخزن وايه؟ مقفول. كاتمة سر الملك. هو حد عنده معلومات عن طفولة المسيح زي العذراء؟ ده احنا ما عندناش معلومات من ساعة قصة الميلاد لغاية خدمته
والمعمودية إلا القصة بتاعت لما كان عنده 12 سنة، ودي مذكورة في إنجيل إيه؟ اشمعنى إنجيل لوقا؟ بالظبط. يعني هنقعد نتخيل لوقا هيعمل لها أيقونة، قال لها نفسي أسمع منك حاجة عن المسيح، قالت له هس. قال لها على فكرة أنا مش بحب الفضول، أنا عايز أكتب إنجيل. تقول له خلاص هقول لك ما هو مسموح. قصة ظهور الملاك لزكريا هو اللي قالها، وظهور الملاك للعذراء، وزيارة اليصابات، وميلاد يوحنا المعمدان. ده إصحاح 1 في إنجيل لوقا، ده كله المصدر من عذراء مريم. ماشي؟ وبعدين قصة ميلاده وزيارة الرعاة. طيب قولي لي أي حاجة تانية تقول خلاص كده كفاية. هقول لك قصة واحدة بتاعت لما كان عنده 12 سنة. بعد كده ما تجيبش سيرة بقى. حاول يوقع منها معلومة. على فكرة يا عذراء أنا هكتب إنجيل، مش أنا بس كده بحب فضول. قالت له لا، ما هو ده سر، أنت هتعرف الحاجة اللي تفيد الناس. طب ده حياة المسيح كلها تفيد الناس، بس هي أيضا ينبوع مختوم. خلي الناس يتخيلوا طفولة الرب يسوع. طبعا بقية الأناجيل، يعني إنجيل متى كتب قصة زيارة المجوس اللي كل الناس عارفينها، لكن في حاجات ما كانش يعرفها غير العذراء ومستخبية جوه العذراء. من ضمن البتولية إن الإنسان يكون صامت، وأرجو إن أنتوا تتعلموا حكاية الصمت. ما نتكلمش كتير، ما نتكلمش في أي موضوع، ما نتكلمش في موضوع ما نعرفوش، ما نتكلمش في موضوع نعرفه ولو اتكلمنا فيه ممكن يجيب مشكلة. خلينا عقلي. الواحد يبقى كتوم، والكتوم ده يبقى مصدر ثقة والناس تستريح له، لأنه مش بينطور كلام. أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. النقاوة دي بتعطي الإنسان بصيرة روحية وعمق داخلي. والصامت زي ما قال قديس إسحاق السورياني، يقول له قلب لا الثاني أرسانيوس، قلب الصامت يترجم أسرار الله. جواه في سر كده. وفي تعبير جميل جدا كنت قريته زمان وحافظه، يقول لك تستدل على رجل الله من كثرة سكوته، إذا تكلم يتكلم بكلام الله، وإذا سكت يتكلم مع الله. ده حالة العذراء دي، تستدل على إنسان الله من إيه؟ كثرة سكوت يسكت. إذا اتكلم، العذراء اتكلمت، قالت تسبح، تسبح نفس الرب تبتهج، وبعدين حكت قصة الميلاد قالها للوقا وكتبت في الإنجيل، تتكلم بكلام الله. وإذا سكت يعمل إيه؟ ما في بعد عنكم واحد ساكت لكن تحت السواهي دواهي. في حد يبقى ساكت لكن قاعد بيخطط، لكن إذا سكت يتكلم مع الله. إذا اتكلم يتكلم عن الله، ولما يتكلم عن الله نقول له شفتاك يا عروس تقطراني ذهبا. الساعة بقت 9:05، كفاية عليكم كده النهاردة. بس عايزين نقول يا عذراء اشفعي فينا، لأن احنا كمان نتعلم منك الوداعة والهدوء والصمت والطهارة والبتولية، ونتعلم لعلنا نأخذ منها جزء. لإلهنا المجد الدائم إلى أبد آمين.